أشرف المرسلين وأكرمهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسمحوا لي بداية أن أعزيكم ونفسي وشعب المريخ العظيم في كل مكان، وشعب السودان قاطبة في فقيد الأمة المبدع الغائب الحاضر محمود عبد العزيز. كما أرجو أن نحيي جميعا شقيقه مامون عبد العزيز، والذي بالرغم من استمرار العزاء وتوافد المعزين إلا أنه اختار أن يكون بيننا الآن ضمن ضيوف الشرف. اختار أن يكون بيننا الآن ضمن ضيوف الشرف ممثلا للأسرة الكريمة الكبيرة حضورا في هذا المهرجان. كما أعزيكم ونفسي في عظماء فقدتهم أمة المريخ خلال الأيام الأخيرة، على رأسهم قطب المريخ ماهر محمد عبد الحافظ، ولاعب المريخ السابق بدني محمد طاهر، وقطب المريخ وسكرتيره الأسبق حي الدوم حسن الجري. نسأل الله تعالى أن يجعلهم جميعا في أعلى عليين بين الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين. أرجو أن تسمحوا لي أن أحيي ضيوف المهرجان، وعلى رأسهم سعادة العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية، والسادة شاغلي المناصب الدستورية والسفراء، ومدير عام بنك فيصل الإسلامي، ومدير عام شركة كوفتي، ومدير عام مصنع سالومي، والإخوة ممثلي إدارة السدود. كما أرجو أن تسمحوا لي أن أحيي باسمكم جميعا ابن المريخ البار رئيس الرؤساء الأخ الدكتور جمال وأغلى الرؤساء في تاريخ المريخ بل وفي تاريخ السودان. ودون من أو أذى أعطانا وهو في مقعد القيادة رئيسا للمريخ، وواصل العطاء بنفس القوة بعد ترحيله عن الرئاسة باستراحة المحاربة التي لم تطول. قريبا جدا يعود جمال للقيادة. وأرجو أن تسمحوا لي أن أحيي أبطال المريخ وكباره وعظمائه وحكمائه الذين كانوا سببا في هذا التحرك وهذه الصفوية التي تميز شعب المريخ، وقد عهدناهم يعملون الحكمة ويتحلون بالصبر كلما نشأ الخلاف في الرأي في مجتمع المريخ. ولعل أكبر أسباب نجاحهم في هذا الدور العظيم يرجع لأنهم يعشقون المريخ عشقا سرمديا تسقط دونه الذات والمصالح الشخصية والنظرة للأنا. نسأل الله تعالى أن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يحفظهم زادا وزخرا لنا. سادة الكرام، إن أكثر من يستحقون التحية والتقدير والإجلال والانحناء هم جماهير المريخ العظيمة الوفية المحترمة الصفوية، والتي تضرب بحضورها الكثيف من كل مكان لهذا المهرجان من داخل ولاية الخرطوم ومن خارجها،
من ولايات السودان المختلفة مثلا رائعا في الوفاء والتقدير والإخلاص للكيان. إن عظمة المريخ من عظمة شعب المريخ، وتفرد المريخ من تفرد هذه الجماهير. اسمحوا لي أيضا أن أحيي إعلام المريخ، تلك الأغلام القوية الشرسة المسنونة كالرماح في مواجهة الخصوم وفي مواجهة كل من يتعدى على الكيان. أحييهم وهم لا يجاملون أحدا في المريخ، حتى أبناء المريخ عندما يتجاوزون الحدود. سادة الكرام، إننا في احتفالنا في هذا اليوم المميز من أيام المريخ الخالدة نؤكد تلاحم أمة المريخ ووقوفها على قلب رجل واحد في فريقها وقيادتها، ونؤكد أننا شعب صفوي متحضر يحسن الاحتفاء والاحتفال بمناسباته السعيدة. ونؤكد فوق هذا وذاك استعدادنا الكامل للدعم الجماهيري، فها هي جماهير الزعيم كلها في حضرة الزعيم تتسابق للحضور والمشاركة رغبة في دعم الجزيرة وإعلانا للاستعداد الجماهيري اللامحدود لمزيد من الدعم والدعم المستمر، وننتهز هذه الفرصة العظيمة لنناشد جماهير المريخ في كل أنحاء السودان وخارج السودان الاتصال بمناديب شركة وارد في إيداع الاشتراكات الشهرية، والتي ستكون مصدرا أساسيا للتمويل بإذن الله تعالى لنحقق البطولات الداخلية والخارجية. أيها السادة الكرام، وشعب المريخ يحتفي بهذا الموسم الاستثنائي بإذن الله تعالى، وهو فرح مسرور بالتسجيلات العظيمة التي تمت في هذا الموسم، والتي توجت بالنجمين الكبيرين هيثم مصطفى ونحتفي بالجهاز الفني بقيادة المدرب المختلف محمد عثمان الكوكي. إن جماهير المريخ تعلن اليوم والحاضر يكلم الغائب أن هذا الموسم هو موسم الخبث، وهو إن شاء الله تعالى موسم العودة لمنصات التتويج الأفريقي التي من الله علينا أننا متعودون عليها في سيكافا ومانديلا وسيكافا الثانية رصيد أفريقي يسجل باسمكم يا جماهير المريخ العظيم. إننا وحتى يتحقق هذا الموسم الاستثنائي الحافل بالإنجازات لا بد أن نؤكد احتفافنا الكامل حول الفريق والمؤازرة المستمرة بلا انقطاع، وأن نقف سدا منيعا يحول بين فريقنا والمؤامرات والمتآمرين وضعاف النفوس. سادة الكرام، تعلمون الشرف العظيم والفخر الكبير باختيار الكابتن الباشا ضمن منتخب افريقيا، وهو انجاز يشبه المريخ، وكلنا تعلمنا اننا سنكرمه ضمن هذا المهرجان، ولكننا راينا ان نكرمه في مهرجان خاص بعد العوده من تونس بمشيئه الله تعالى. سادة الكرام، ونحن نعلن سياسة التغشف وتصفية الصرف. اسمحوا لي أن أحيي باسمكم تحية خاصة إدارة السدود وأهل مروي وكريمة وكل شمال السودان على ذكر الاستضافة الكريمة الوقفة العظيمة والكرم الحاكم الفياض، ونتمنى عنا وعنكم كل أعضاء معسكر الإعداد الأول، والذي حقق بفضل الله تعالى وبصبرهم ومثابرتهم النجاح الكامل، والذي بإذن الله سيكون بداية قوية بانطلاقة قوية بمشيئة الله. إخوتي الكرام، قبل أن أبرح مكاني هذا لا بد أن أحيي كل رؤساء اللجان الستة التي أشرفت على هذا المهرجان، والتي سهرت الليالي وواصلت الليل بالنهار عملا جادا دؤوبا أكد أن المريخ في أمان طالما بين صفوفها أمثال هؤلاء من الرجال المبدعين الأمناء الشرفاء، وأصدقهم القول أننا طيلة الأيام الفائتة كنا نتعلم منهم، فهنيئا لهم بهذا النجاح الكبير وهذا العمل المتقن، وهنيئا لكم أنتم هؤلاء الرجال العظماء الذين ولدوا في المريخ. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.